الا سولتك واش تقدر تعيش في بيت صغير كتاكل فيه وتنعس فيه وكتقضي الحاجات اليوميه ديالك فيه بما فيهم البول عشاك حتى البوراس، والاسوأ من هذا الشيء هاد البلاصه هذه ما فيها لا ما لا ضوء. السؤال ديالي شحال تقدر تعيش من مده في هاد البلاصه هذه؟ في هاد الفيديو غادي نعرفوا الاشخاص اللي قدروا يعيشوا في هاد البلاصه تقريبا 18 رساله. بعد الفشل الانقلاب الاول ديال اعبابه في 1971 تم الحكم على الناس اللي كتمتورطه بطريقه مباشره ولا غير مباشره وداوهم للسجن العسكري بالقنيطره. والسنه من بعد في 1972 وقع انقلاب اللي كان بسبب افقار. اللي بغى يتفرج في الانقلابين بجوج يرجعوا للفيديوهات القدام. تم الحكم كذلك على اللي كانوا متورطين بطريقه مباشره ولا غير مباشره من طيارين وكانوا داوهم حتى هما للسجن العسكري بالقنيطره. ذاك الفتره هذيك كانوا عايشين حياه عاديه، كيهضروا مع بعضياتهم، كيهضروا مع الحراس، كيخرجوا للساحه، يعني روتين ديال سجن عادي. 7 غشت 1973 غادي يتبدل كل شيء. الجوج ديال الصباح دخلوا واحد الحراس مجهولين وتوجهوا لهذوك المحكومين اللي كانوا في الانقلابين بجوج، وكان منهم محكومين اللي كانوا يخرجوا من بعد 2 3 سنوات شدوهم كاملين. الانقلاب ديال الصخيرات وكذلك الانقلاب ديال الطيارين 58 سجين خرجوهم للساحه برا، غمضوا لهم عينيهم وشدوا لهم يديهم من اللور بالسناسل وشارجوهم في كميوات القاعده الجويه القنيطريه اللي انطلق منها الانقلاب ديال 1972 افقار. منين وصلوا تما كانوا كيتسناهم طيارات عسكريه وطلعوهم لذاك الطيارات. المشكل ان السجناء ولا الضباط ديالنا اللي كانوا محبوسين كانوا كيحاولوا انهم يسولوا فين غاديين، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوبهم. ودير انت راسك بلاصتهم. في الحقيقه حاجه اللي كتدمر الواحد نفسيا. شدك واحد طالك عينيك ربط لك يدك بالسناسل ومن بعد دخلك كاميون ما عارفش فين راك غادي. الاغلبيه كانوا كيقولوا انهم غاديين الاعدام. من بعد ما طلعوا من الطياره وطاروا بهم في السماء، من بعد الحراس لقوا على اشاعه انهم غيرميهم من البحر. هنا كانت صدمه للسجناء لانهم كانوا خايفين بزاف من هذا الشيء. من بعد ما طاروا لمده قصيره تقريبا نص ساعه الى 40 دقيقه هبطوا في مطار مدينه الرشيديه جهه ديال الصحراء الشرقيه. عاودوا نفس العمليه، خرجوهم من الطيارات كلهم ومن بعد كانوا كيتسناوهم شاحنات عاوتاني عسكريه اللي شارجوهم فيهم دخلوهم واحد مورا واحد. ولحد الان السجناء ديالنا ما عارفين السبب. والاسوء في هذا الشيء النهار اللي مشاو داوهم من السجن العسكري ديال القنيطره ما خلاوهم ياخذوا معاهم حتى حاجه، هزوهم باللباس اللي كانوا ناعسين بهم. من بعد ما شارجوهم في الشاحنات بقاو متوجهين مسافات طويله، ولكن البلاصه اللي كانوا غاديين ليها كانت عباره على الحياه فيها ما كايناش لا طيران يطير ولا سيران يسير، ما عرفتش ديك المقوله اش كيقولوا ليها. ارض داير بها جبال وفي وسط الصحراء. وهذه البلاصه هي القبر اللي غادي يدفنوا فيه هاد السجناء ديالنا واللي هي تازمان مارس. وهذه الطريقه باش داوهم للسجن تازمان مارس هي عباره على عقوبه اي واحد يفكر انه يحاول يهز العرش ديال المملكه المغربيه شي مره. الوصف ديال السجن تازمان مارس كان عباره على تكنه عسكريه بنوها فرنسيين، وهذا المهندس اللي بناها في الحقيقه عباره على وحش لانه التصميم ديالو كان صعيب بزاف. علاش؟ هو عباره على جوج بنايات طوال مستطيلين، بنايه واحد وبنايه جوج. وهاد 58 سجن ديالنا من نزلوهم قسموهم على جوج. الفوج الاول داوه العنبر الف والفوج الثاني داوه العنبر باء. من بعد ما خرجوا السجناء ديالنا دخلوهم وحيدوا لهم داك الباندا على عينيهم باش غادي يبداو يفرقوهم على الزنازين ديالهم. الحبس من الداخل هو عباره على زنازين على اليمين والشمال، وحده مقابله على وحده، وكل زنزانه فيها في الطول 3 متر وفي العرض 2 متر وفي العلو ديالها 4 متر. السقف كاين تقباص صغيره، ومن فوق السقف ديال الزنزانه الزنك ولا كما كنقولوا حنا قصديره مغطيه السقف ديال الزنزانه. القصدير راكم عارفين قصدير اكثر حاجه كتشد الحراره الصيف الا كانت الحراره 40 الزنزانه تكون 45، والعكس صحيح ملي كيكون البرد كتشد البرد وكيولي الزنزانه دايره بحال الفريكو. داكشي علاش بزاف ديال السجناء غادي يتعذبوا في الفتره ديال البرد وكذلك فتره ديال الحر. الوصف من داخل الزنزانه عباره على واحد بلاصه فين كينعسوا ولكن بنيه بالسيمه، مربع ولا مستطيل السيمه وغطاء صغير. واش غتفرش به نعس فوق السيمه وتغطى به؟ هذا سؤال مازال ما عرفتلوش الجواب. وفي الارض كاين تبصيل صغير ديال البلاستيك وكاس البلاستيك كيعطيهم ياكلوا فيه، وقدام داك الكاس والبلاستيك في القنت كاين واحد الثقبه صغير. هذه الثقبه ديالاش هي اللي كيقضيو الحاجات ديالهم اليوميه فيها اللي منهم البول والبوراس. وانفاس في الحيط كاين الباب ديال الزنزانه وحداها على شويه على الشمال ولا على اليمين على حسب الزنزانه فيهم واحد تقيبات صغار 7 تقيبات كيطلعوا على الكولوار ديال العنبر التهويه ديال الزنزانه. في الحقيقه هذا كيشبه قبر او ماشي زنزانه ديال شي سجن. في الحقيقه ملي كتجمع هذا الشيء كله بلاصه ما فيها لا صوت لا صداع، اصلا ما كتقدرش تشوف داك البلاصه اللي انت فيها، ما كتقدرش تشوف شنو كاين باش تشوف يديك قدام وجهك هكا
تقدر تشوف يدك كتشوفهم ولكن ماشي بوضوح. هاد البلاصه في الحقيقه تصاوبت باش انها تحمق بنادم. ومن بعد هذا الوصف كله غنجيو للاكل ديالهم، فطور قهوه ولكن باهته، ولا نقدر نقول لك بحال الماء مخلط بالتراب، وباقيطه وحده كتقسم على الزنازين كلها، يعني تقريبا عند 30 واحد داك العنبر باقيطه كتقسم على 30 واحد، كتجي تقريبا 20 غرام الواحد. وفي الغداء كيعطيهم مغرفه ديال اللوبيا ولا مغرفه ديال العدس، ديال داك العدس باسل وما طايبش ومسوس من الفوق. في الليل نفس الشيء كيعطيهم لي باط نص طياب. وبالنسبه للماء باش يشربوه كانوا كيعطيهم 5 يطرو ديال الماء في النهار، خصك تشرب فيه تغسل به، وحاشاك الا قضيتي حاجتك تريقل به حتى هو. الحقيقه ملي كنجمعوا هادشي كله كنلقاو ان حتى شي واحد ما يقدر يعيش في هذه البلاصه هذه. والطريقه اللي خلات السجناء انهم يقاوموا حاولوا انهم يديروا واحد الروتين يوم، كيحاولوا انهم يقسموا النهار ديالهم. في الصباح يقراو القران، كيديروا جلسه قصصيه كل واحد يحكي شي قصه كانت وقعت له، ومن بعد كتجي الوجبه ديال الغداء، كيحاولوا يديروا قيلوله. بعد القيلوله عاوتاني نفس الحاجه، كيحاولوا انهم يديروا دي زاكتيفيتي هكا باش يدوزوا النهار، والا يودعوا في اقل من سنه ولا غادي يهبلوا. وهذا الروتين اللي بقى الايام وشهور طويله، الجسم البشري ولا العقل البشري ما يقدرش انه يقاوم داك العزله اللي كانوا فيها وداك العذاب اللي كانوا فيه. وهذا الشيء غادي يبان مع اول وفاه العنبر الف في سجن تسمى مارت. وهنا كنهضروا على الملازم الاول محمد الشمسي، كان واحد الطيار اللي مازال صغير وكان محبوب عند كلشي، ولكن توفى 22 فبراير 1972، يعني 6 شهور من بعد ما دخلوا لتسمى مارت. وسبب الوفاه ديالو هو جاه واحد الانهيار عصبي، العقل ديالو ما تقبلش داك الروتين، داك الحياه داخل الزنزانه، داك السكات اللي كيوقع، دخل في واحد الصمت طويل مع راسو. صحابو كانوا كيهضروا مع بعضياتهم كيتعاودوا، ولكن هو ديما ساكت، كيحاولوا انهم يهضروا معاه ولكن ما كانش كيجاوبهم. واحد النهار السجناء تغداو وكانوا كيوجدوا راسهم انهم باش يديروا القيلوله ديالهم، والشمسي بدا كيغوت وكيضرب الباب ديال الزنزانه ديالو، كيعيط بسميه ديال مرسو وبنتو، كيضرب وكيغوت مده طويله حتى لواحد اللحظه والصوت ديالو بدا كينقص شويه بشويه حتى سكت. وحاولوا السجناء انهم يهضروا معاه ولكن ما كانش كيجاوبهم. الحراس جاو من بعد وفتحوا له الزنزانه ديالو، وملي فتحوا الباب طاح. كيفاش طاح؟ مات واقف ومتكي على الباب ديال الزنزانه ديالو. هزوه الحراس كلهم كانوا كيتسناو انهم يغسلوا ويدفنوه. شنو داروا؟ حطوه على جنب، حفروا له القبر ديالو في وسط البلاصه فين كان مسجون فيها، ودفنوه في الزنزانه اللي كان عايش فيها. من بعد ما عرفوا ان الشمسي مات، السجناء حاولوا انهم يترحموا عليه وقراوا عليه القران بعد ما تدفن. وهنا عرفوا الموت كتسناهم واحد مره واحد. بعد الصدمه حاولوا السجناء ديالنا انهم يحافظوا على الروتين اللي كانوا غاديين به، ولكن جات واحد الفتره اللي كانت عباره على الجنه بالنسبه للسجناء ديالنا. صالح الشاد استطاع انه يربط علاقه مع واحد اللي كان سميتو الشربادوي، كان حارس في تسمى مارت. صالح الشاد قنعوا انه يصيفط معاه رساله للزوجه ديال الحشاد، كان اسمها عايده وعندها صيدليه في مدينه القنيطره، والحارس كان ساكن قريب على مدينه القنيطره. جاب الورقه والقلم لصالح الشاد، وصالح الشاد كان كتب رساله للزوجه ديالو. الرساله اللي كانت فيها المعاناه ديال الحياه في سجن تسمى مارت، واستطاع انه يرسلها مع الشربادوي. والشربادوي نفس الشيء كان في عطله وكان مشى زار الزوجه ديال صالح الشاد وعطاها الرساله ديالو. من بعد ما مشى عندها حتى هي كتبت رساله للزوج ديالها حشاد وصيفطت له بعض الادويه. صالح الشاد توصل بهم داخل السجن، وداك الادويه كان كيفرقوها بطريقه منتظمه وخصوصا الاولويه للناس اللي كانوا مرضى. وبقات هذه العلاقه هذه مده حتى جاء واحد النهار ان المسؤول ديال تسمى مارت عرف باللي كاين شي واحد كيسرب الاخبار ديال تسمى مارت برا، وشك في ان كاين شي حارس اللي كيساعد السجناء هذا، ولكن ما عرفوش شكون. من بعد غتجي الصدمه للسجناء في تسمى مارت، يتم نقل الحارس الشربادوي، وهكا احيدوا لهم الحلقه ديال الوصل ما بين السجناء والعالم الخارجي. وفي وسط هذه الروينه كلها كان واحد السجين سميتو محمد الغالو. محمد الغالو كان استطاع انه يقنع واحد الحارس انه يدخل له راديو، دخلوا له في باكيه ديال الكار، وداك الراديو كان عباره على جنه هكا كانوا كيعرفوا الاخبار خارج تسمى مارت. خرجت اخبار انه غيكون واحد التفتيش كبير في السجن تسمى مارت، غيدخلوا الزنازين كلهم وغادي يقلبوهم وحده وحده، واللي يحصل عنده شي حاجه غادي يزيدوا يأزموا الوضعيه ديالو اكثر من اللي ما هي مأزمه اصلا في الواقع. محمد الغالو خاف انه يشدوا عنده الراديو، وقرر انه يهرسوا طراف، هرسوا القطع صغار. من بعد حاول يدخلهم داك التقبه اللي قلت لكم ديال الطواليت، حاول يدخلهم مرسو مرسو، وكان هذا اكبر غلط دار في حياته. فرح لانه واخا يدخلوا يقلبوا على شي حاجه ما يلقاو عنده والو، ولكن المشكله فين كاينه هو النهار اللي كان كيمشي يتبرز فيه. بعد ايامات قليله الطواليت ديالو تخنقات، ولا داكشي اللي كيدير فيها ما كيهبطش، وحاول الايامات انه يدخل صبعو، حاول انه حاشاكم يدير الغائط ديالو في الطبسيل ويفرتو القطع صغار وعادي يدخلوا في تقبه وما صدقاتلوش.
تخرج، بقى ايامات وشهور يدخل في داك الشيء، ونهار على نهار حتى تخنق، ولا بوراز خارج عنده في الغرفه ديالو، وبقى عايش في داك الريحه هذيك حتى تصاب بالروماتيزم. منين تصاب بالروماتيزم ايامات قليله من بعد وتصاب بالشلل النصفي، ومنين زاد الشلل المسكين ولا حاشاكم ناعس في بلاصتو، كيدير كل شيء في بلاصتو. والمأساة ديال محمد الغالو تخلي محمد الغالو هو اكثر واحد تعذب في سجن تازمان مارس، لانه بقى على داك الحاله ديال 7 سنين هو مشلل وكيقضي الامور ديالو في بلاصتو. ونهار توفى دخلوا عنده السجناء لقاو ان الغرفه ديالو طالعه بنص متر حاشاكم ديال الغائط. من بعد هاد الوفاه هذه السجناء اصحابه سماوه بايوب تازمان مارس. محمد الغالو صبر 7 سنين وهو مشلل، وبقى كيقاوم الحياه بالنص ديال الجسم ديالو حتى توفى. كتعرف باللي الغريزه ديال البقاء اللي كاينه في الانسان كتاكتيفا بوحدها، واخا ما كتكونش انت باغي تاكتيفيها. ملي كتحط في واحد لا سيتوياسيون اللي صعيبه، يعني الغريزه اللي فينا الحيوانيه نقدر نقول لك تخلي اننا نديروا اي حاجه باش اننا ما نموتوش. وهذا الراديو اللي كانوا كينتعشوا به ولا سبب مباشر في الوفاه ديال محمد الغالو. كانوا وفيات وحده اخرين، مجموع ديال الوفيات كان تقريبا 32 حاله وفاه، وانا جبت لكم يخلوا تاثير كبير على السجناء ديالنا. كاين سجناء اللي كانوا انتحروا، كاين سجناء مرضوا وما كانوش كيعطيوهم الدواء وتوفاو، واخر وفاه اللي كانت في سجن تازمان مارس هي ديال عبد الحميد بن دورو. من بعد هاد الياس كله وهاد العذاب والجوع والمعاناه ديال هاد السجناء غيتدخل واحد العنصر، والعنصر اللي غيتدخل باش ان معلومات على السجن تازمان مارس تنتشر وتولي مشكله راي عام، هي زوجة مبارك الطويل طيار اللي كانت الجنسيه ديالها امريكيه وكان سميتها نانسي. هذه من بعد تسريب الرسائل ديال صالح الشاد اللي كان صيفطهم للزوجه ديالو، خرجت اخبار على ان هناك سجن تازمان مارس في نواحي الرشيديه. نانسي الزوجه الامريكيه مشات لامريكان وحاولت انها تشوف جمعيات حقوق الانسان، بما ان الجنسيه ديال امريكيه كان وقع واحد ضغط كبير من الجمعيات على المغرب، ووصلت بهم انهم يصيفطوا لومبيلونس لمبارك الطويل، ومشات لعنده تازمان مارس ودواته، وكان هو السجين الوحيد خرج يدور في الساحه الخارجي ديال تازمان مارس ويتشمش مع راسه. اما السجناء الاخرين 18 سنه هما لداخل بلا شمس، عمرهم شافوش الضوء ديال الشمس غير الظلام. وصلت بهم انهم يعطيوها اللحم حوايج جداد، حقيقه كانوا مهلين فيه، ولكن السجين الوحيد اللي كان عنده هاد الصلاحيات هادو. ومن بعد ولات القضيه ديال تازمان مارس هي قضيه دوليه، ووقعت ضغوطات كبيره على المغرب ولا نقولوا على الملك الحسن الثاني. وفي يوليو 1991 مشاو وجابوا السجناء اللي كانوا في العنبر الثاني اللي بقاو منهم 5، جمعوهم كلهم في العنبر الاول. بعد سنين ديال العزله التامه في شتنبر 1991 غيتم الخروج ديال جميع السجناء اللي بقاو على قيد الحياه من سجن تازمان مارس، ولكن في الحقيقه خرجوا نصف احياء، يعني خرجوا بحال الزومبي. واللي كان غليظ فيهم وصحيح كان كيوزن 35 كيلو، وكاين منهم اللي كان اللباس ديالو لاصق به قوه الوسخ والعفن. اللباس اللي كان لابسه لصق له مع الجلد ديالو، الا بغيتي تحيدوا له خاصك تحيدوا الجلده كلها. والاغلبيه خرجوا بامراض مزمنه. بعد ما خرجوهم داهم واحد مراكز التكوين لانه ما يقدروش يصيفطوهم لعائلاتهم هكاك، ولا اما غادي يعرفوا بالجرائم اللي كانوا داروا في سجن تازمان مارس من التجويع ومن العذاب النفسي والجسدي. داهم مراكز التكوين وحاولوا انهم يعطيوهم اكل صحي، بروتينات، وجابوا لهم حتى اطباء الناس اللي كانوا مرض يدوزوا لهم ويعطيوهم الدواء. كل واحد في ذاك الفتره كيبان فيه الضوء كانوا كيصيفطوه لعائلته، وهكا السجناء اللي بقاو على قيد الحياه رجعوا للاهل ديالهم. ولكن تخيل ان الواحد يخرج من واحد الظلام ديال تازمان مارس 18 عام ديال السجن، ظلام ولا نقطه ديال الضوء كتدخل، ولكن كيفاش غادي يعيش في واحد العالم 20 عام وعايش بلاصه واحده. العالم تقدم، وقعوا حاجات كثار، لكن هو مازال عاقل على النهار اللي خطفوهم من السجن العسكري ديال القنيطره وجابوهم تازمان مارس. ولكن الدماغ والصدمه النفسيه اللي دوزوها في سجن تازمان مارس كتبقى وغتبقى لمده طويله، وصعيب انك داوى منها. وهذا الشيء اللي كان عندنا في هذا الفيديو هذا. ولا بغيتي نهضروا على شي موضوع ولا قصه واحده اخرى اكتبوا لي في الكومنتير. السلام عليكم.